السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم يا باشمهندسين ودكاتره تانية اعدادي في الدرس الرابع، قوانين الجذور التربيعيه والتكعيبيه. طيب الدرس دوت معتمد ان انت تبقى مخلص الثلاث دروس الاولانيين، عشان ده يعتبر ايه امتداد ليهم. فما انصحكش ان انت تسمع الدرس دوت وانت مفوت درس من الدروس، لازم تسمعهم الثلاثه اللي فاتوا يعني. فانا هحط لك ان شاء الله البلاي ليست، هتلاقيها في اخر الفيديو بتاعت المنهج. وهحط لك برضو الدرس اللي فات على طول، هتلاقيه فوق في اول الفيديو. طيب تعالى نخش دلوقتي يعني ايه من اسم الدرس. يعني احنا هندرس الجذر التربيعي والجذر التكعيبي، ونحل شويه مسائل عليهم كده ايه حلوين. طيب انا الدرس اللي فات اديتك ايه؟ قلت لك لو انا عندي جذر مضروب في جذر، فانا ممكن اخد جذر واحد منهم واضرب العددين ايه في بعض تحت الجذر. صح. اكيد انتوا فاكرين الحته دي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو عندي جذر تحتيه رقم، ممكن افك الرقم دوت لحاجه مضروبه في حاجه، بس المهم ان تبقى فيهم حاجه تنفع تتحط ايه تحت الجذر. يعني ايه الكلام؟ يعني لو انا بقول لك جذر ايه في b، فده معناه ان انا ممكن افك الجذر ايه في جذر b. طيب برضو في القسمه لو انا بقول لك جذر ايه على b، ده معناه ان انا ممكن اقول لك جذر ايه لوحده على جذر b لوحده. جميل. طيب الكلام ده ما بيتنفذش على الجمع والطرح. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي جذر a زائد b، ما ينفعش اقول لك ان ده بيساوي جذر a زائد جذر b. فاهم؟ فلو جينا مثلا خدنا مثال، لو انا عندي جذر 5 زائد 2 يعني جذر 7، ما ينفعش اجي اقول لك ان الجذر 5 زائد 2 ديت بيساوي جذر 5 زائد جذر 2. فاهم؟ يعني تعالى اهو هعملها قدامك. بقول لك ايه؟ جذر 5 زائد 2 اللي هي 7 بتساوي كام؟ بتساوي 2.64. ماشي. جذر 5 زائد جذر 2 لوحدها، بص اديك كام؟ اداك 3.6. فاهم؟ فالاتنين مش بيساووا بعض. نفس الكلام على الطرح، ما ينفعش اجي اقول لك جذر A ناقص B بتساوي جذر A ناقص جذر B لوحدها، لا. طيب كده احنا اتفقنا ايه؟ ان هو بيبقى على ايه؟ بيبقى على الضرب والقسمه بس. طيب تعال نخش على شويه المسائل دول عشان افهمك اللي احنا كنا بنشرحه فوق. بيقول لك جذر 18. طيب انا قلت لك ايه؟ قلت لك شوف لي الرقم اللي تحت الجذر، خلوهولي بيساوي حاصل ضرب رقمين بس فيهم رقم منهم ينفع يبقى ليه جذر ايه تربيعي. ليه تربيعي؟ عشان انا عندي في المساله جذر تربيعي. طيب لو كان جذر تكعيبي يبقى لازم رقم من الرقمين يكون ليه جذر تكعيبي. يعني ايه كلامي؟ انا عندي 18 ديت بتساوي كام في كام، ومنهم رقم يكون ليه جذر تربيعي. فكر كده معايا، انت كمان فكري معايا كده، سهله قوي على فكره. اقول لك انا هي ايه؟ هي انا عندي الاربعه ليها جذر تربيعي. طيب حاجه في حاجه بتساوي 18؟ يعني 4 في حاجه بتساوي 18؟ لا. طيب عندي ايه تاني؟ عندي التسعة، صح؟ التسعة بعد الأربعة على طول. تسعة ليها جذر تربيعي اللي هو 3. طيب كام في 9 يساوي 18؟ 2 في 9 جدع. يبقى أنا عندي جذر 2 في 9، صح كده؟ صح. يبقى أنا ممكن أقول إن أنا عندي جذر إيه؟ ال 18 بتساوي جذر 2 في 9. طيب ده معناه إيه؟ إن أنا ممكن أوزع الجذر يبقى جذر 2 في جذر 9. طيب ليه بقى كنت انا بقول لك هات لي رقم منهم يكون ليه جذر تربيعي؟ عشان اقدر اكتبه ايه في صورة رقم عادي. في جذر 9 يبقى 3، يبقى انا عندي الحل بيساوي 3 جذر 2. فهمت قصدي؟ طيب تعالى برضو ايه، بص في المسألة التانية ايه. احنا الدرس دوت طوله إيه؟ يعني كل الدرس هيبقى عبارة عن اسئلة، بس اسئلة ايه بقى بالمستويات. يعني في اخر الدرس هتلاقي دوت ايه حوالي سؤالين، دول بقى اسئلة الامتحان بجد. طيب فانت ركز معايا. بيقول لك جذر 12. جذر ال 12، ال 12 ديت عباره عن كام في كام، ويكون منهم رقم ليه جذر تربيعي. كام في كام؟ 3 في 4، والاربعه ليها جذر تربيعي، يبقى جذر 3 في 4 يبقى بتساوي جذر 3 في جذر 4، وجذر الأربعة باتنين يبقى بتساوي 2 جذر 3. فاهم قصدي؟ أهو جذر الأربعة دوت باتنين أهي، الاتنين خدتها كتبتها هنا، وأدي جذر التلاتة. جميل. جذر التلاتة نزل زي ما هو. طيب بيقول لي 5 الجذر التكعيبي ل 48. ركز معايا هنا. انا ممكن احل بطريقتين. ممكن ناس تقول لي انا هدخل الخمسه هنا اس 3 لان ده جذر تكعيبي، واضربها في ال 48 واحل الجذر. وناس ممكن تقول لي طب انا ليه صعبها على نفسي؟ طب ما انا ممكن ايه بدل الرقم كبير اظبط الرقم دوت لوحده تحت الجذر التكعيبي.
هقول له ازاي؟ هيقول لي ايه 48 بتساوي ايه كام في كام. واحد هيجي يقول لي لا انا مش عارف ال 48 بتساوي كام في كام ورقم منهم يبقى ليه جذر تكعيبي. هقول لك انا تحسبها ازاي. ركز معايا عشان ديت اللي هنعمله في المسائل كلها. انا دلوقتي طالب مش عارف ازاي اجيب الرقمين اللي اضربهم في بعض يديني 48. طيب هعمل ايه؟ همسك الجذر التكعيبي واقوم عامل كده على الآلة 48. اداني هنا ما ادانيش ايه، ما ادانيش جذر. طيب هقول لك انا هنعمل ايه. هتمسك المسألة هتقول لي تعالى كده نجرب 48. انا عندي ايه الارقام اللي ليها جذر تكعيبي، اللي ينفع يبقى ليها جذر تكعيبي؟ عندي ال8 صح؟ طيب تعالى كده نقسم 48 على 8 بيساوي كام؟ بيساوي 6. تصدق تنفع لو انا ضربت 6 في 8 اشيل ال 48 واحط مكانها 6 في 8. ليه؟ لان ال 8 ليها جذر تكعيبي وانا عايز رقم منهم على الاقل يبقى ليه الجذر اللي عندي. يعني انا لو عندي جذر تربيعي يبقى عايز رقم ليه جذر تربيعي، عندي جذر تكعيبي يبقى انا عايز ايه؟ رقم ليه جذر تكعيبي. طيب تعالى نكمل. هتمسك ايه؟ تنزل الخمسة زي ما هي وادي الجذر التكعيبي. 48 قلنا هنفكها 8 في 6 وادي الخمسة وادي الجذر لا هنا اهي. هعمل بقى جذرين بقى، ادي الخمسة وادي اقوم قايل فيه جذر تكعيبي في جذر تكعيبي 8 وادي الستة. جميل جميل. فاهمين ان انا هنا عملت ايه؟ انا الكلام اللي انا قلته على الجذر التربيعي بيتطبق على اي جذر في حوار الضرب وحوار القسمة. ماشي ماشي. يبقى 5 في الجذر التكعيبي ل8 ب2، يبقى 5 في 2 في جذر التكعيبي ل6. 5 في 2 ب10 يبقى 10 جذر تكعيبي ل6. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي 2 الجذر التربيعي ل1 على ال2. دي هعمل فيها ايه؟ اول ما تلاقي تحت الجذر ركز قوي في الحته دي، وانت كمان ركزي قوي في الحته دي. ركزوا جدا في الحته دي عشان ديت بتوقع طلاب كتير وتخليه كده ايه فاضل الباصص لي للمساله ولا بيحل حاجه ولا بيعمل حاجه، وهو والمساله هيفضلوا باصين لبعض ولا هيتقدم ولا هيتاخر. فانت ركز هنا بنعمل ايه. ماشي. اول ما بلاقي كسر تحت الجذر بعمل ايه؟ بدخل الرقم اللي بره دوت جوه. هدخل الاتنين هنا. هدخلها بايه؟ حد يجاوبني يلا. هدخلها ب2 أس 2 لان ده الجذر تربيعي. ف2 أس 2 هتبقى مضروبه 2 أس 2 اللي هي ب4. فكده ده معناه ايه؟ معناه ان الجذر ده بقى بيساوي ايه؟ 4 في 1 ب4 على الاتنين. يبقى بيساوي ايه؟ جذر ال4 على الاتنين ايه؟ يعني 4 على 2 فيها الاتنين يبقى جذر 2. بس كده المسألة هي سهلة اهي. فاهمني؟ المهم ان انت تبقى عارف ازاي هتبدأ حل للمسألة. طيب نخش بعد كده ايه؟ نكمل حل المسائل. بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك انا عندي جذر 80. طيب جذر ال80 ديت جذر التربيعي 80. انا عايز الرقمين لما اضربهم في بعض زي ما قلت لك يبقى منهم رقم ليه جذر تربيعي. طيب مين؟ ركز كده معايا. مين عندي ال80 8 في 10. طيب ال8 لها جذر تربيعي؟ لا. ال10 لها جذر تربيعي؟ ال10 لها جذر تربيعي؟ لا برضو. يبقى ايه؟ طب 4 في 20. هنفضل بقى ايه بنحاول نجيب رقمين في بعض بيساوي 80. طيب واحد تاني هيجي يقول لي ايه؟ طب انا ممكن اجرب استخدم الآلة يمكن تساعدني. هقول له ازاي؟ هيقول لي ايه؟ هكتب جذر 80 بيساوي ايه؟ بيساوي 4 جذر 5. طب هو كده جاب لي الإجابة من غير خطوات، بس الإجابة ديت هتساعدني إن أنا أعمل الخطوات. إزاي؟ 4 جذر 5 أنا قلت لك الرقم اللي بره أقدر أدخله تحت الجذر بإيه؟ بتربيعي، يعني 4 أس 2. ماشي. تعالى كده اهوت إيه؟ إحنا جبنا 4 جذر 5. طيب لو أنا دخلت تعالى كده أهو ده بيساوي إيه؟ الجذر 80 بيساوي 4 جذر 5. طيب أنا عايز أدخل الأربعة جوه هتبقى بتساوي إيه؟ الخمسة زي ما هي في 4 لما تخش جوه تربيعي يعني 4 أس 2 بتساوي 16. طيب تعالى كده عشان للتأكيد بس عشان اوريك ان احنا ماشيين صح. 16 في 5 بتساوي 80. ماشي. يبقى انا كده ايه؟ ماشي صح. يبقى جذر 5 هوزع كده اهوت هيبقى جذر 5 في جذر 16. ده معناه ايه؟ معناه ان انا الجذر 16 ليها عندي الاربعة فهتنزل اهو تبقى 4 جذر 5 وده فعلا اللي الآلة طلعتهولي. ماشي. يبقى احنا استخدمنا الآلة في ايه؟ ان احنا بس نعرف الرقمين اللي مضروبين في بعض. ساعات الآلة بتديك رقم عشري، فلما تديك رقم عشري انت بقى اللي بتحاول تجيب الرقمين. لكن لو ساعدتك واديتك رقم زي دوت فانت كده ايه؟ بتدخل الرقم اللي بره جوه وتعرف مين الرقمين اللي هضربهم في بعض يديني نفس الرقم اللي عندي. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي 2 الجذر التكعيبي ل 16. طيب 16 ديت كام في كام؟
يديني يعني يبقى ليه جذر تكعيبي وبيساوي 16. كام في كام؟ 8 في 2. دي سهله، دي مش لازم بقى نحطها على الآلة. جذر التكعيبي 8 في 2. ماشي ماشي. من غير بقى ما نفضل كل شويه، يعني انت خلاص فهمت الشرح، يعني انت خلاص بقى احنا حلينا بتاع 5 مسائل على الحته دي، فهمت الحته دي، فهمت ان انا بفضل بقى ايه اوزع الجذر التكعيبي هيبقى مره ل8 في جذر التكعيبي ل2. طيب من غير ما تعمل كده بقى تعمل ايه؟ طالب تاني يكون عايز يحل بسرعه ويوفر الوقت لمساله تانيه، فيعمل ايه؟ يطلع ال8 بره على طول. يطلعها ازاي بقى؟ يطلعها اهو، هيقول لي 2 وال8 لما تطلع بره هتبقى الجذر التكعيبي لل8 بكام؟ في 2 برضه. الجذر التكعيبي للاتنين، يبقى كده عندي 4 جذر التكعيبي لاتنين. يا رب ما تكونوش تهتوا مني في الحته ديت، بس لو تهتوا مني اوريكم احنا عملنا ايه برضو. احنا يا دوبك بس ايه، بدل ما اعمل يعني انا شلت خطوه بس، بدل ما اعمل كده 2 في جذر التكعيبي لل8 في جذر التكعيبي للاتنين، لا اختصرت الخطوه ديت في الخطوه دي، فطلعت ال8 بره على طول ب2. فاهمين قصدي؟ تعالوا نكمل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي الجذر التكعيبي لتلت. ماشي. بيقول لي انا قلت لك ايه لما يكون عندي الكسر تحت الجذر بعمل ايه؟ بدخل الرقم اللي بره جوه. طب انا هنا عندي رقم بره؟ لا. طب انا كان الرقم اللي بره ده بيساعدني لما ادخله جوه، كان في حاجه بتطير مع حاجه وبتاع ايه وبنخلص من المقام. طب انا دلوقتي مش عندي رقم بره وعايز اخلص من المقام عشان اخلي الشكل دوت في صوره، يعني في ابسط صوره. اعمل ايه؟ احاول انا اخلص من المقام، هضرب فوق في حاجه وتحت في نفس الحاجه. طيب ركز معايا في الحل وركز معايا في الطريقه ديت، وانا هقول لكم على طريقه اسرع بكتير، يعني بتجيبها في خطوه. يعني المسائل اللي بالشكل دوت بتجيبها في خطوه، بس ركز معايا الاول ايه في الخطوات الاول تبقى فاهم. طيب هعمل ايه؟ جذر تكعيبي لتلت. انا عايز اشيل التلاته، يعني ايه؟ مش عايز اشيل التلاته، انا عايز اشيل المقام كله. فانا هبص على الجذر اللي عندي، الجذر التكعيبي، يبقى انا عايز اخلي الرقم اللي هنا يبقى ليه جذر تكعيبي. فاهمين؟ يعني انا عايز اخلي الرقم اللي في المقام دوت يبقى ليه جذر تكعيبي عشان يبقى سهل لما اجي اعمل له جذر تكعيبي هيروح. يعني مثلا ايه؟ لو خليتها 27 تحت، فانا معناها ان انا الجذر التكعيبي لل 27 هيبقى كام؟ هيبقى 1 على 3. حلو. لو هي يعني 1 على 27 فهيبقى 1 على 3. طيب انا بقى هحاول اوصل الثلاثه ديت ل 27. ليه قلت 27؟ لان انا مش هعرف اوصل الثلاثه ل 8. ليه؟ لان انا هضرب كام في 3 يديني 8؟ مش هعرف. فاهمني؟ عارف ديت لو 2 كنت ضربت في 4 فوق وتحت، لكن دي مش 2 دي 3. فانا هضرب فوق وتحت في ايه بقى؟ حد يقول لي، حد يقول لي يلا. هضرب فوق وتحت في ايه؟ في 9. لان 3 في 9 ب 27، 1 في 9 ب 9 عادي. انا ضربت فوق وتحت، لازم اضرب فوق وتحت في نفس الرقم عشان ما ابقاش غيرت في المساله. طيب بقت عندي المساله كده جذر التكعيبي ل9 على 27. كده انا خليت في المقام رقم ليه جذر تكعيبي. طيب تعالى كده انا قلت لك نعمل ايه؟ تعالى، هو هيحصل حاجه لو خلينا المساله عامله كده 9 في 1 على 27. هيجي واحد يقول لي اللي انت عملته دوت يا مستر، هاجي اقول لك انا ما غيرتش حاجه في المساله. انا خليت ال 21 نزلته زي ما هو، وخليت التسعه لوحدها. لو جيت ضربت 9 في 1 هيديني 9 على 27 عادي. ماشي. ليه عملت كده؟ عشان المنظر بس يبقى احسن. ليه؟ لان انا كده بقى عندي ايه؟ رقم ليه جذر التكعيبي. الرقم دوت ليه جذر تكعيبي، اقدر اعمل فيه ايه؟ اقدر اطلعه بره واجيب له الجذر التكعيبي. فهيبقى بيساوي كام؟ هيبقى بيساوي 1 على 3 جذر التكعيبي ل1 على 27 ب1 على 3 في الجذر التكعيبي للتسعة. مش هعرف اجيب لها جذر تكعيبي، ودي كده الاجابه. طيب هحل لك مسائل تاني زيها عشان اوريك ان انا ممكن اجيب المساله ديت في اقل من يعني من سطر. تعالى اوريك المساله دي. هنحل ديت برضو بخطوات، وديت هنحلها ايه من غير خطوات. بيقول لك الجذر التكعيبي للنص، نفس اللي عملته هنا هعمله هنا. انا عملت ايه هنا؟ تعالى انت قول لي بقى ايه هنعمل ايه هنا. يعني انا حليت ديت، انت حل معايا دي. طيب انا عندي هنا الجذر التكعيبي وعندي تحت 2. قلت لك لما يبقى عندي 2 انا عايز اوصل الاثنين ديت او المقام عامه، عايز اوصله الرقم يبقى ليه جذر تكعيبي. ده للفهم. ماشي. عايز اوصله الرقم يبقى ليه جذر تكعيبي عشان اعرف اخلص منه. طيب ايه الرقم اللي اضربه في 2 يديني يبقى يديني رقم يبقى ليه جذر تكعيبي؟ ايه هو؟ 4. 4 في 2 ب 8، وال8 ليها جذر تكعيبي. يبقى اضرب تحت في 4 وفوق في 4. هيديني الجذر التكعيبي ل 4 على 8. اقدر اخليها الجذر التكعيبي ل 4 مضروبه في 1 على 8. الواحد على 8 ليه جذر تكعيبي هيبقى بيساوي 1 على 2.
هقدر اطلعه بره، واقوم كاتب 1 على الاتنين، والجذر التكعيبي الاربعة ملهاش جذر تكعيبي، فاقوم كاتب جذر التكعيبي الاربعة. كده انا حليت في ابسط صورة. طيب تعالى بقى ايه المسألة دي هنحلها من غير خطوات. تعالى بس خليك تبص بصة معايا. تعالى كده على المسألة اللي احنا المسألتين اللي احنا حليناهم. بص هنا كده. بص كان عندي هنا ايه المسألة بتقول لي جذر التكعيبي ل1 على 3. الحل طلع ايه في الآخر؟ 1 على 3 الجذر التكعيبي ل9. ملاحظ حاجة؟ عينك ملاحظة حاجة؟ يعني ملاحظين حاجة كده اهوت ايه؟ علاقة بين الإجابة والسؤال؟ في علاقة بين السؤال والإجابة. حد يلاحظها كده؟ أديك بالظبط 20 ثانية أفكر بس. يا ريت تكون وقفت الفيديو وحاولت تفكر كده وتدي لنفسك فرصة. طيب أقول لك أنا دلوقتي أنا عندي 1 على 3 تحت الجذر التكعيبي. ركز في اسم الجذر التكعيبي دوت عشان الجذر التربيعي هيبقى نفس الحل بس في تريكايه بس ايه مختلفة. الجذر التكعيبي تحته 1 على 3. الإجابة طلعت بتساوي 1 على 3 بره، وتحت الجذر التكعيبي 9. ال9 ديت اللي هي 3 أس 2. ماشي؟ فأنا كده الحل على طول ممكن كنت أجيب الحل على طول من غير بقى ما أعمل الكلام ده كله. أجيب الحل على طول إزاي؟ أقوم قايل الإجابة هتبقى بتساوي، اطلع ال1 على 3 بره، واقوم قايل جذر التكعيبي زي ما هو، واقوم قايل هنا 3 أس 2. 3 أس 2 اللي هي ب9. ده الحل. طيب تعالى في السؤال التاني عشان لو انت مش مصدقني وشاكك ايه ان الحل دوت غلط. هنا كان السؤال بيقول لي ايه؟ كان السؤال بيقول لي انا عندي الجذر التكعيبي ل1 على 2 صح؟ الاجابه طلعت ايه؟ طلعت 1 على 2 اللي هي جوه جذر التكعيبي الاربعه. الاربعه ديت ال2 أس 2. طب انا كنت ممكن اطلع الاجابه على طول. ده بقى ايه لو السؤال جالك ايه اختيارات على طول هتعمل كده. هتطلع ال1 على 2 بره وتقوم كاتب الجذر التكعيبي، وهنا 2 أس 2. 2 أس 2 اللي هي 4. طيب تعالى بقى هنا نحل السؤال دوت من غير خطوات. هعمل ايه؟ انا عندي الجذر التكعيبي تحت 1 على 5. طيب اطلع ال1 على 5 بره، واقوم قايل الجذر التكعيبي زي ما هو 5 أس 2 اللي هي ب 25، يعني بيساوي 1 على 5 جذر التكعيبي ل 25. انا حليتها من غير خطوات صح؟ حلها انت بقى بخطوات وشوف هتوصل لنفس الاجابه ولا لا. اكيد هتوصل يعني لنفس الاجابه. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي الجذر التكعيبي ل1 على 4. برضه هنحلها من غير خطوات. طيب الجذر التكعيبي، ولا تعالى نحلها بخطوات عشان يعني تثبت الفكره في دماغك وبعد كده نحلها من غير خطوات. جذر التكعيبي ل1 على 4. انا عايز اوصل الاربعه ديت لحاجه ليها جذر تكعيبي. طيب ايه الحاجه اللي ليها جذر تكعيبي؟ ال8 صح؟ انا ممكن اضرب تحت في 2 وفوق في 2، فيبقى عندي الجذر التكعيبي ل2 على 8. الجذر التكعيبي انزل الاتنين تحت واخليها مضروبه في 1 على 8. ليه؟ عشان 1 على 8 ليه جذر تكعيبي، فهيطلع بره ب1 على 2 مضروبه في الجذر التكعيبي لل2. واخد بالك من دي؟ هيطلع بره 1 على 2 مضروبه في الجذر التكعيبي لل2. واحد هيجي يقول لي دلوقتي يا مستر ده انت ايه الطريقه بتاعتك اللي انت قلت عليها اللي بتحل بطريقه اسرع طلعت غير دي. اقول له ليه طلعت غير دي؟ هيقول لي عشان انا لو جيت حليت بنفس طريقتك اللي انت قلت عليها هطلع ال1 على 4 بره واعمل الجذر التكعيبي واحط هنا 4 أس 2، فهتبقى 1 على 4 جذر التكعيبي 16. هقول له صح، هقول له فعلا عندك حق طلعت غيرها. بس هقول له كده جرب تحط الاتنين على الآلة. تعالى احطهم معاك على الآلة. بص كده، او من غير آلة. تعالى الاول اعملهم لك هنا وبعد كده احطهم لك على الآلة. تعالى عشان ما اعودكش تستخدم الآلة كتير، بس هي الآلة في الدرس دوت بالذات تستخدمها وانت تتأكد من الإجابة. ماشي عشان تعرف برضو انت اتلخبطت في حاجة ولا لا. بص كده، هي 16 ديت كام في كام؟ في رقم مش احنا اصلا كنا من الاول بناخد جذر لوحده اهو، كنا بناخد رقم جذر اهو زي الجذر 18 ده، واقول لك هي كام في كام وتفكها لي الجذرين مضروبين في بعض صح؟ طيب انا عندي هنا الجذر ال16 كام في كام ومنهم رقم يكون ليه جذر تكعيبي. هنزل الربع زي ما هو. ال16 هيبقى جذر التكعيبي 2 في 8. هقول لك الله ينور عليك، ال8 لها جذر تكعيبي ال8 لها جذر تكعيبي بكام؟ ب2. اقدر اطلعها بره صح؟ يبقى 1 على 4 في 2 جذر التكعيبي للاتنين. هو 1 على 4 لما اضربها في 2 هيديني كام؟ هيديني 2 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، يبقى اتبقى لي ايه؟
اتبقى لي 1 على الاتنين الجذر التكعيبي، الجذر التربيعي تكعيبي قصدي للاتنين. يبقى ده بيساوي ده ولا لأ؟ فعلا تصدق بيساوي. طيب تعالى بقى نحطهم على الآلة، عشان لو انت كنت طلعتها كده او كده وحسيت ان انت يعني حسيت ان الطريقة بتاعتك غلط، لا اهو لو حطيتهم على الآلة هيديك نفس النتيجة عادي خالص. ادي 1 على الاتنين الجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي بنعمله شيفت جذر، هيديك جذر التكعيبي للاتنين هيبقى بيساوي كام؟ بيساوي 6/10 و99. طيب لو جيت خليتها 1 على 4 الجذر التكعيبي لكام؟ ل16 بيساوي كام برضو؟ بيساوي 6/10 و299. شفت بقى ان هما بيساووا بعض؟ وانا اثبتت لك برضو ان هما بيساووا بعض من هنا. خليت ال 16 2 في 8 وطلعت ال 8 بره، فهتبقى 2، فالاثنين هتروح مع الاربعه، هيتبقى لي كام فوق؟ هيتبقى لي 1 وتحت هيتبقى لي 2، فهيتبقى لي برضو نص جذر التكعيبي للاثنين. جميل جميل. ده بس كان للتاكيد. يا رب تكونوا فهمتوا احنا ازاي بنجيب المساله بسرعه. بنعمل بنطلع الرقم اللي تحت الجذر التكعيبي بره، وبعد كده باخد الرقم اللي تحت دوت في المقام اربعه. ده في حاله في حاله ان انا عندي جذر تكعيبي في الكسور، يعني في المسائل بتاعت الكسور بتاعت الجذر التكعيبي. طب بقى لو المسائل اصلا كان فيها جذر تربيعي بعمل هحل معاك مسألتين بخطوات ومسألة من غير خطوات. طيب الجذر التربيعي الواحد على 3 نفس الفكرة بالظبط. انا فوق لما كنت بقول لك الجذر التكعيبي لحاجة لكسر كنت بحاول اجيب يعني اخلي الرقم اللي في المقام دوت رقم يبقى ليه جذر تكعيبي عشان اعرف اطلعه بره الجذر. طيب هنا انا عايز رقم يبقى ليه جذر تربيعي عشان اعرف اطلعه بره الجذر. مين اللي ليه جذر تربيعي عندي؟ عندي الأربعة 2 في 2، عندي 3 في 3 ب9، يبقى عندي ال9 كمان. طيب أنا عندي هنا 3، أعمل أضرب في 3 تحت وأضرب في 3 فوق، هيبقى بيساوي جذر 3 في 3 ب9، 3 في 1 ب3 و3 في 3 ب9، هيبقى بيساوي جذر 3 تنزل هنا تتضرب فيه 1 على 9، 1 على 9 أطلعه بره، هيبقى بيساوي لما اطلع ال1 على 9 بره هيبقى 1 على 3 مضروب في جذر في جذر 3. وانت كده حليت المسألة. بص كده، بص تعالى شوف المسألة كانت عاملة ازاي. المسألة كانت كانت جذر التربيعي الواحد على 3. الحل بقى 1 على 3 جذر 3. جذر جذر 3. طب لما كانت جذر تكعيبي كان كان جذر التكعيبي لواحد على 3 الحل كان كان 1 على 3 برضو بره، بس الجذر التكعيبي ل9. خدت بالك؟ هنا 9 هنا 3، هنا 3 تربيع هنا 3 بس. يبقى لما يكون عندي جذر تكعيبي هيبقى 3 تربيع او المقام تربيع. لما يكون عندي جذر بس او جذر تربيعي قصدي يعني هيبقى هيبقى المقام بس جوه. طيب تعالى كمان نحل ده بخطوات. بيقول لي بيقول لي انا عندي جذر النص، وبيقول لي خلوا لي في ابسط صوره. هعمل قلت لك بحاول اجيب رقم ليه جذر تربيعي، اخلي المقام رقم ليه جذر تربيعي عشان اخلص منه. هضرب تحت في 2 وفوق في 2، فهيبقى جذر 2 في 1 ب2، 2 في 2 ب4، هتبقى جذر 2 في ربع. بفك بس الكلام ده 2 في ربع، لما اجي ارجعه تاني هيرجع نفس الكلام خالص. يعني 2 في 1 ب2 وادي الاربعه زي ما هي. طيب ليه عملت كده؟ عشان اقدر اطلع الربع بره. فالربع لما يطلع من تحت الجذر هيبقى عامل هيبقى 1 على 2 جذر 2. ودي الاجابه. تعالى بقى نحل ديت من غير خطوات. اظن بقت واضحه وسهله اهي. جذر 1 على 5 هيبقى بيساوي من غير خطوات؟ طلع ال1 على 5 بره واعمل الجذر وهتبقى المقام هنا. حلو حلو. فاهمها؟ انا حتى حلل لكم المساله مره بالجذر التربيعي ومره بالجذر التكعيبي عشان تعرف ايه الفرق. يعني لو جيت تبص هنا هتلاقي هنا جذر التكعيبي ال1 على 5 الاجابه بتاعته كانت 1 على 5 برضو بره، بس تحت الجذر التكعيبي 5 تربيع. طيب الجذر التربيعي هيبقى 1 على 5 بره، وتحت الجذر هيبقى هيبقى المقام بس. ليه عدت الحته ديت كذا مره قلتها كذا مره؟ عشان ناس كتير قوي بتتلخبط في السؤال دوت وبتخاف منه. ناس كتير ما بتعرفش تبسط لما يكون الكسر تحت الجذر. طيب تعالى نخش على شويه مسائل برضو. بيقول لك بيقول لك انا عندي 7 على 9 جذر 243. طيب انا ممكن اعمل ممكن احل الجذر لوحده وبعد كده يعني ابسط الجذر وبعد كده اسيب اللي بره دوت زي ما هو. ممكن ادخل اللي بره دوت جوه الجذر. ازاي؟ تعالى عشان اقدر ادخل الكلام ده تحت الجذر بالتربيع فهتبقى هيبقى الجذر
243 زي ما هي، في 7 تربيع ب 49. اللي خليتها 7 تربيع عشان انا دخلتها تحت الجذر، على 9 تربيع ب 81. تعالى نحسب الكلام ده على الآلة. 243 في 4 9 اللي هي 49 يعني، على 81 بيساوي 147. طلع لنا بيساوي كام؟ بيساوي 147. يبقى جذر 147. طيب قلت لك لما يكون عندي رقم انا مش عارف هو كام في كام، استعين بمين؟ استعين بالآلة. اعمل ايه؟ اقوم كاتب جذر 147 ومايل بيساوي، اداني كام؟ اداني 7 جذر 3، بس انا عايز اعمل له الخطوات اللي جت منها 7 جذر 3 ديت. طب انا استفدت ايه من ال7 جذر 3؟ قلت لك اقدر ادخل ال7 جوه الجذر بايه؟ 7 تربيع. فلما ادخل ال7 تربيع جوه الجذر هتبقى ايه؟ اهي. لما ادخل ال7 تربيع جوه الجذر هتبقى الجذر بتساوي جذر 3 في 7 في 7 ب 49. جدع. طب عايز اتاكد انا كده صح ولا غلط؟ اضرب 3 في 49. سهل خالص يعني. هيديني 147. اداني 147، يبقى انا صح. طيب قلت له بيساوي جذر، يعني انا فكيت له الجذر 147 لجذر 3 في 49. جبتها منين ال 3 في 49؟ عملت الجذر 147 على الآلة، اداني 7 جذر 3. قلت له خلاص انا هشغل دماغي عليك وهدخل السبعه تحت الجذر عشان اعرف الرقمين اللي اتضربوا في بعض. هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي 49. تعالى ايه؟ عشان احنا بقالنا كتير ايه ما عملناش كده، مع ان انا مش عايزك تحلها كده، انا عايزك تخلص بسرعه على طول. يعني مش عايزك تفك لي الجذرين كده وتضربهم في بعض، لا، تخلص على طول وتطلع لي 49 بره. بس انا هعملها معاك يعني. جذر 3 اللي هو بفكرك، فاهمني؟ عشان تحفظ ايه؟ من كتر ما بعيد انت المفروض تحفظ معايا وانت كمان تحفظي معايا. طيب يبقى جذر 3 في جذر 49 يبقى بيساوي جذر 3 زي ما هي، وجذر 49 7، يبقى 7 جذر 3. ده الحل فعلا اللي الآلة طلعته، يبقى احنا كده صح. طيب انت عايز تتأكد ان صح ولا غلط، تمسك الكلام ده السؤال كله على بعضه تحطه على الآلة، هيطلع لك 7 جذر 3. طلع لك حاجة غير كده يبقى انت عملت حاجة غلط. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك 6 جذر التكعيبي الواحد على 3. لما الاقي تحت، يعني انا قلت لك ايه؟ قلت لك لما الاقي كسر تحت الجذر وفي بره رقم، يبقى انا لازم استفاد من الرقم ده باي طريقه. اما ادخل الرقم كله جوه او ادخل منه جزء، ماشي، تحت الكسر يعني، تحت الجذر قصدي. ليه؟ عشان استفاد، عشان اعرف اطير المقام ده، ماشي. طب انا المسائل اللي حليناها ما كانش فيها رقم بره، عرفت اعمل ايه بقى؟ اخترعت مقام، يعني جبت له مقام ليه جذر تكعيبي. طيب هنا في ايه؟ في عندي الستة دي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 في 2، صح؟ صح. جذر التكعيبي الواحد على 3. طيب انا هاخد مين؟ هاخد الرقم اللي شبه المقام او الرقم اللي هيفيدني في المقام. يعني لو المقام عندي كان 4 كنت هاخد الاثنين، لان ايه؟ الاثنين تحت الجذر التكعيبي ب8، فال8 هتعرف ايه؟ تبسطها مع الاربعه. لو المقام عندي كان 9 هاخد الثلاثه، لو المقام عندي 6 هاخد الثلاثه، لو المقام عندي 3 هاخد ايه؟ الثلاثه. طيب اهو هدخل الثلاثه ديت جوه، يبقى 2، الاثنين اهي زي ما هي، في جذر التكعيب 1 على 3، و3 لما تخش جوه 3 أس 3 بكام؟ ب9. طيب على ال3 فيها ال1 على ال3 فيها ال3، يبقى اتبقى لي تحت الجذر التكعيبي ايه؟ جذر التكعيبي 3، وده كده الحل. طيب بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي انا عندي 4 على 10 جذر تربيعي ال1000. طيب تعالى دخل لي الرقم الكسر اللي بره دوت، دخله جوه كده دوت ايه، ونشوف هنعرف نعمل ايه بعد كده. طيب ادخله جوه الجذر التربيعي بايه؟ ادي الجذر التربيعي، ادي ال1000 زي ما هي، اضربها فيه الاربعه لما تخش جوه هتبقى بكام؟ 4 تربيع يعني 16، وتحت ادي ال10 لما تخش جوه هتبقى ايه؟ هتبقى ب100. صفرين هيروحوا من فوق مع صفرين هيروحوا من تحت، 16 في 10 بكام؟ ب160. يبقى شغل دماغك دوت ايه، مش اي حاجه تمسك الاله على طول، فاهمني؟ طيرت صفرين من فوق مع صفرين من تحت عشان ده مضروبين يعني، بدل عندي ارقام مضروبه يبقى اقدر اطير براحتي. طيب يبقى ايه؟ يبقى 10 في 16 بكام؟ ب160 على الواحد، يبقى 160. جذر ال 160 عباره عن ايه؟ عباره، انا عايز اجيب ال 160 اخليها بتساوي رقمين منهم رقم ليه جذر تربيعي. طيب كام في كام؟ ركز كده هتجيبها كام في كام؟ 16 في 10. ليه؟
لان 16 فعلا ليها جذر تربيعي، جذرها التربيعي ب4، يبقى بتساوي، اطلع 16 بره، يبقى بتساوي ايه؟ 4 جذر 10. طيب انا واحد مش متاكد من حلي او عايز اتاكد من حلي، اعمل ايه؟ امسك الاله، اكتب 4 على 10 جذر 1000. اداني كام؟ اداني 4 جذر 10 واحنا طلعناها 4 جذر 10. طيب تمام. بيقول لي ايه بقى؟ هنا بقى ايه؟ يدخل يعني بدأ يدخل لي الجذور ديت تبقى مجموعة على بعض ومطروحة على بعض وكده. طيب انصحك نصيحة بقى من هنا لغاية اخر الحصة، في المسائل اللي جاية كلها ركز لي على اقل جذر، يعني اقل رقم تحت الجذر، لان دوت اللي هيحل لك المسألة كلها، ده اللي هيخليك تبسط المسألة كلها على حسابه. يعني ايه؟ يعني اول مسألة هنا بقول لك ايه؟ بقول لك انا عندي جذر 45 ناقص 2 جذر 20 زائد 2 جذر 5. مش انا لو الجذر 45 ديت كانت في مساله لوحدها كنت بفضل اقول لك بقى ايه؟ انا عايز ال 45 رقمين مضروبين في بعض ورقم منهم يبقى ليه جذر تربيعي، وال 20 نفس وجذر ال 20 نفس الكلام، طيب انا هنا عندي جذر 5. يعني بص افتكر كده الدرس اللي فات انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا ما بقدرش اجمع جذور على بعض او اطرح جذور من بعض الا لما يكونوا نفس الايه؟ حاجتين، نفس الدليل ونفس المجذور. طيب انا عندي كلهم نفس الدليل، يبقى ناقص اخليهم ايه؟ كلهم نفس المجذور. المجذور دوت اللي هو تحت الجذر. فانا عايز يعني احاول اخلي كلهم ايه؟ فيهم 5. ليه؟ عشان كده قلت لك ركز لي على اقل جذر، اقل جذر اللي هو جذر الخمسه. طيب هنا هحاول اخلي ال 45 ديت 5 في حاجه. طيب من غير ما تتعب نفسك يا عم، تيجي تمسك الاله تقوم قايل لي 45 على 5، مش انا عايز اخليها 5 في حاجه، يبقى اخلي اقسم ال 45 على 5 هيديني 9. يبقى كده ايه؟ اشيل ال 45 واعمل جذر 9 في 5 ناقص 2، دي سهله بقى. كام في كام يديني كام في 5 قصدي يديني 20. 4 في 5 زائد 2 جذر 5 زي ما هي. تخيل بص كده اهوت معايا، بقى عندي كلهم فيهم خمسات صح؟ طيب والتسعه ليها جذر تربيعي، يعني بص انا ممكن اجيب لك رقمين لما اضربهم في بعض يديني 20، 2 في 10 مثلا، ماشي؟ 2 في 10. طيب ليه مخصوص انا عايز 4 في 5؟ ليه؟ انا عايزك تفهم الحته دي. ليه انا عايز منك تقولي لي ان انا عندي 4 في 5؟ ليه؟ عشان اولا يبقى عندي خليت في الثلاث حدود نفس المجذور تحت الجذر، ويبقى عندي كمان الرقم اللي يساعدني دوت هيبقى عندي كمان رقم ليه جذر تربيعي هينفع اطلعه تحت من تحت الجذر. ازاي؟ تعالى شوف التسعه عليها جذر تربيعي هطلعها بره ب3، يبقى 3 جذر 5 ناقص 2 زي ما هي، في لما اطلع الاربعه بره هتبقى كمان ب2 جذر ال5 زائد 2 جذر 5 زي ما هي. طيب 3 جذر 5 ناقص 2 في 2 ب4، 4 جذر 5 زائد 2 جذر 5. قلت لك قبل ما اجمع او اطرح جذور لازم اتاكد، مع ان انا اللي موصلها لكده، يعني انا اللي موصلها كده وعارف ان انا تمام، بس برضو اتاكد ان هم نفس الدليل ونفس المجذور عشان ما تتلخبطش وتضيع نفسك. طيب نفس الدليل كلهم اتنينات، كلهم جذر تربيعي، نفس المجذور كلهم خمسات. طيب يبقى 3 ناقص 4 كسبان 3 وخسران 4، يبقى انا خسران 1، خسران 1 وكسبان 2 يبقى انا كسبان 1، يبقى كده معايا كام؟ معايا جذر 5. خسران 1 اهو، خسران 4 وكسبان 2 يبقى انا خسران 2، خسران 2 وكسبان 3 يبقى انا خسران ايه؟ يبقى انا كسبان 1 معلش. يبقى الاجابه عندي جذر 5. مش متاكد؟ حطها على الاله. تعالى ورانا ايه يعني؟ جذر 45 بعد ما تكتب الجذر اطلع بره الجذر، يعني انت لسه جوه الجذر، اعمل كده ناقص 2 جذر 20 اطلع بره الجذر زائد 2 جذر 5 بيساوي كام؟ بيساوي جذر 5. سبحان الله احنا كمان طلعناها جذر 5، يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا صح. طيب بيقول لك انا عندي 2 جذر 18 زائد جذر 50 ناقص 6 جذر 1 على 2. قلت لك بص لي على اصغر رقم تحت الجذر، او بالمعنى الاصح اصغر مجذور. طب مين هنا اصغر مجذور؟ هلاقيه النص. طيب انا عندي هنا 6 بره صح؟ قلت لك انا ممكن استفاد منها لما يكون عندي جذر لايه؟ لكسر. 6 هفكها لايه؟ هفكها ل3 في 2. طيب ادخل الاثنين جوه تحت الجذر هتخش بايه؟ هتخش ب4. 4 على 2 فيها ال2، يبقى انا بقى عندي ايه الجديد؟ 2 جذر 18 زائد جذر 50 ناقص الاثنين دخلتها جوه فتبقى ايه؟ 3 جذر 4 على 2 فيها ال2. شفت احنا لما دخلنا الاثنين جوه عملنا ايه؟
طيرنا الكسر خالص، خلصنا منه. وده اللي انا عايزه، يعني ده اللي انا عايزه. مش عايز يبقى عندي كسر تحت الجذر، ده مش هعرف احله، يعني مش هعرف احل المساله وهو كده، فاهمني؟ فانا بحاول اخلص منه. فاول حاجه فكرت فيها لما لقيت رقم بره الجذر، حاولت اخد منه جزء ادخله جوه تحت الجذر عشان احاول ابسط الدنيا. ففعلا لقيت ان الاتنين لو دخلت جوه تحت الجذر هتبقى ب4 الاتنين فيها الاتنين. وده بيجي من كتر الحل، عشان كده لازم تحل يا اما تحل المسائل ديت ورايا تاني، يا اما وبعد كده تمسك تحل التمارين كويس جدا. ولو وقفت معاك اي سؤال زي ما انت عارف، او لو انت لسه جديد في القناه، هتلاقي الجروب بتاع الواتس في الوصف بتاع الفيديو تحت الفيديو على طول، او هتلاقيه في وصف القناه. هتلاقي جروبين، جروب لاولى اعدادي وجروب لتانية اعدادي. خش على الجروب بتاع تانية اعدادي، والجروب بيفتح ساعه واحده في اليوم او لمده ساعتين، بيبقى من حوالي الساعه 10 لغايه الساعه 11 او من 10 لغايه الساعه 12 على حسب كميه الاسئله يعني. بس عندك اي سؤال بتصوره، وعندك اي سؤال بتصوريه وتبعتيه على الجروب. طيب تعال نكمل. قلت لك المساله كده بقت ابسط. طيب مين بقى عندي برضو اصغر مجذور؟ الاتنين. احاول اخلي ال 18 اتنين في حاجه وال 50 اتنين في حاجه. فهاجي هنا بص، الاتنين زي ما هي جذر 18 اتنين في كام؟ اتنين في 9 زائد جذر 50 اتنين في كام؟ اتنين في 25. ليه 25؟ عشان 25 هيبقى ليها جذر تربيع ناقص 3 جذر 2 زي ما هي. 2 زي ما هي. التسعة تخرج بره ب3 في 3 جذر الاتنين زائد ال 25 تخرج بره ب5. 5 جذر 2 ناقص 3 جذر 2 زي ما هي. يبقى 3 في 2 ب6. 3 في 2 ب6. 6 جذر 2 زائد 5 جذر 2 ناقص 3 جذر 2. كسبان 6 وكسبان 5 يبقى انا كسبان 11. كسبان 11 وخسران 3 يبقى انا كام؟ يبقى انا كسبان 8. طبعا انت ممكن تعملها على الآلة، تمسك ال6 زائد 5 ب 11. 11 ناقص 3 11 ناقص 3 ب 8. عشان ساعات يعني الواحد يحس ان دماغه واقفه وساعات بيتلخبط. طيب بيقول لك في السؤال ده؟ بيقول لك ثانيه واحده. بيقول لك انا عندي 2 جذر 27 ناقص 3 جذر 1 على 3 ناقص 6 على جذر 3. واخد بالك هنا من هتقول لي واخد بالي ان انا عندي جذر تحت. جذر تحت دوت دايما لما تشوف جذر في المقام اعرف ان انت لازم تخلص منه. اخلص منه ازاي؟ اما اضرب فوق وتحت في نفس الجذر عشان اخلص منه، لان جذر في جذر باللي جوه الجذر، فكده هخلص منه من المقام. او في حته بقى انا ممكن اقول لك عليها دلوقتي هتبقى اسهل بكتير. يبقى الطريقه التقليديه ان انا اضرب فوق وتحت في جذر 3. فلما اضرب تحت في جذر 3 في جذر 3 هيبقى ب3، وفوق هيبقى 6 جذر 3. 6 جذر 3 على 3 هيبقى فيها كام؟ هيبقى فيها اهي 6 جذر 3 على 3 هيبقى ال6 على 3 فيها ال2، وهنا على 3 فيها ال1، فهيبقى اداني كام؟ 2 جذر 3. تعالى نشوف بالطريقه اللي انا هقول لك عليها بقى هيطلع لي نفس الاجابه ولا لا. 2 جذر 27 زي ما هي ناقص 3 جذر 1 على 3 زي ما هي ناقص جذر 3 اهي. صح. ال6 ديت كام في كام؟ 2 في 3. ال3 ديت بقى ممكن افكها كام في كام؟ واحده شاطره هتيجي تقول لي هتيجي تقول لي انا اقدر افك ال3 اخليها جذر 3 في 3، مش جذر 3 في 3 جذر 3 في 3. جذر 3 في جذر 3 هيبقى بيساوي كام؟ بيساوي 3. صح. يبقى انا اقدر اشيل ال3 اللي هنا واحط جذر 3 في جذر 3. ليه عملت كده؟ عشان ممكن اطير جذر 3 من فوق مع جذر 3 اللي تحت، فهيتبقى لي هيتبقى لي 2 جذر 27 ناقص 3 جذر 1 على 3 ناقص اتبقى لي هنا بقى لما طيرت الجذر 3 من فوق مع جذر 3 من تحت اتبقى لي 2 جذر 3. مش ده نفس ده؟ نفس ده. يبقى بقى؟ شوف انت الاسهل بالنسبه لك واشتغل بيه. اولا اول طريقه كده اهوت اللي هي الطريقه التقليديه خالص، ودي طريقه جميله، فاهمني؟ جميله وسهله وخلصت بسرعه هي برضو. ودي برضو طريقه يعتبر احسن شويه او احترافيه شويه، او خدها مهاره ليك. كل ما تكبر تبقى متعلم مهارات من وانت صغير.
لما ان شاء الله ايه تبقى في علم الرياضه كده ايه هترتاح جدا يعني. بس لان في مسائل اصلا بيبقى المفتاح بتاعها الحاجات دي، فاهمني؟ وانت تبقى محتاج للوقت ساعتها ايه بطريقه اكبر يعني في الامتحان وكده. بس فانت ممكن تاخدها مهاره ليك عادي، وممكن ايه تعتمدها في المسائل. طيب تعال نكمل المساله. هنا بقى عندي مين اصغر جذر؟ ولا اقول لك تعالى احنا لسه ما خلصناش ايه، لسه ما خلصناش من الكسور اللي تحت الجذر. عندي هنا جذر تحته 1/3. عايز اخلص من الثلاثه اللي في المقام دي، اعمل ايه؟ مش انا عندي 3 بره، ادخلها لي جوه كده، يبقى 2 جذر 27. على فكره الدرس سهل جدا والله العظيم مش صعب، بس الدرس محتاجك فعلا تحل كل الافكار ديت بايدك تاني. محتاجك تمسك يعني قلم وورقه وتفضل تحل بايدك تاني. الناس ما تكسلش وتقول ايه لا انا خلاص ايه فهمت الطريقه بتاعت المساله، لا لازم تحل بايدك عشان في الامتحان لو جاب لك رقم انت مش متعود عليه تعرف تفكه وتعرف تحله بما انك حليت اللي قبله قبل كده. طيب يبقى ايه 2 جذر 27 ناقص 3 لما ادخلها تحت الجذر التربيعي هتبقى ايه؟ هتبقى كام؟ هتبقى 3 أس 2 ب9. 9 في 1 ب9 على التلاتة ناقص 2 جذر 3 يبقى 2 جذر 27 ناقص 9 على 3 فيها كام؟ فيها 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 3. بقى عندي جذر 3 هنا وجذر 3 هنا. طيب انا عايز هنا كمان يبقى حاجة في 3، يعني 3 في حاجة يديني 27. كام في 3 يديني 27؟ 8 و8 16 و8 لا مش 8 يبقى 9. 3 في 9 ماشي، يبقى 2 3 في 9 ب 27 ناقص جذر 3 ناقص 2 جذر 3. لما عندي تحت الجذر 9 انا اقدر اطلعها بره ايه؟ بره ب3، يبقى 2 في 3 جذر 3 ناقص جذر 3 ناقص 2 جذر 3 اهي. بقى عندي هنا 6 جذر 3 ناقص جذر 3 ناقص 2 جذر 3، يعني هنا خسران 1 وخسران 2، يبقى انا خسران 3. وهنا معايا 6، يبقى معايا 6 من النوع جذر 3 وخسران منهم 3 اهم، 3 من النوع جذر 3، يبقى انا معايا كام؟ يبقى انا معايا 3 جذر 3. ده حل المسألة. طيب انت مش متأكد؟ تعالى نكتب المسألة كلها على الآلة. يعني انت في الامتحان المفروض تعمل كده بعد ما تحل بخطوات. لو المسألة دي جايه لك في المقالي بعد ما تحل بخطوات تقوم ماسك بقى ايه المسألة متأكد منها من الآلة. تكتب المسألة على الآلة كلها. 2 جذر 27 ناقص 3 جذر 1 على 3 اطلع بره الجذر ناقص 6 جذر 3. ودايما لما تكتب المسألة على الآلة بص على المسألة تاني لحسن تكون كتبت حاجة غلط، مثلا نسيت تطلع من تحت الجذر فكتبت كله تحت الجذر، فاهمني؟ فدي غلطات يعني شائعة يعني كانت بتحصل مع ناس كتير وكانت بتحصل معايا يعني برضو ايه. كنت يعني افضل اكتب كده ايه، افضل بس المسألة واكتب على الآلة ايه بسرعة 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 عشان اخلص، وفي الاخر اجي ابص على المسألة الاقيني كتبت حاجات غلط فارجع تاني امسح واكتب من اول وجديد. فانت احسن حاجة ان انت تبص ايه خطوة بخطوة على الآلة. طيب تعالى نكتب يساوي كده. اداني كام؟ اداني 3 جذر 3 وده فعلا الحل اللي احنا طلعناه. يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا تمام. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي جذر 89 ناقص جذر 128 ناقص جذر 18 زائد 4 جذر 2. مين المفتاح؟ ال4 جذر 2 الجذر 2 قصدي. يبقى انا هحاول اخلي الحاجات ديت رقم في 2. طيب اعرف منين؟ امسك ال 98 اقسمها على الاتنين. اداني كام؟ اداني 49. يبقى جذر 49 في 2 ناقص ال 128 نفس الحوار 128 على الاتنين بتساوي 64. يبقى جذر 64 في 2 ناقص 18 سهلة 9 في 2 زائد 4 جذر 2. يبقى عشان تحل المسائل اللي بالشكل ده لازم تبص على أصغر مجذور، أصغر رقم تحت الجذر، وتحاول تخلي كل الحدود اللي عندك تحت الرقم اللي تحت الجذر بتاعها يبقى ايه؟ يبقى حاجة في الرقم ده. طيب 49 ليها جذر تربيعي؟ ليها السبعة فهتطلع بره هيبقى 7 جذر 2 ناقص ال 64 ليها جذر تربيعي 8 في 8 ب 64 فهتطلع بره 8 جذر 2 ناقص التسعة ليها جذر تربيعي 3 يبقى 3 جذر 2 زائد 4 جذر 2. بقى عادي جمع وطرح جذور عادي خالص. ليه؟ لأن كلهم من نفس الدليل وكلهم ليهم نفس المجذور. عندي ايه؟ عندي 4 زائد 7 ب 11.
11 ناقص 8 ب3، 3 ناقص 3 ب0، يبقى الإجابة 0 أو 0. ماشي. تعالى نتأكد. جذر كام؟ جذر 98 ناقص جذر 128. بص أنا اتلخبطت ازاي؟ كتبت كله تحت الجذر. طيب أطلع من الجذر أكتب إيه؟ جذر 128. أطلع تاني تحت من الجذر ناقص جذر 18 زائد 4 جذر 2 يساوي 0. يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا ماشيين تمام الحمد لله. طيب تعالوا نخش ايه على المسائل ديت، وبعد كده بعد المسائل ديت على طول ايه في مسألتين بقى ايه بتوع امتحانات بقى. طيب تعالى ايه بص لي كده على المسألة ديت. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي الجذر التكعيبي ل 24 زائد الجذر التكعيبي ل 3 ناقص 2 جذر التكعيبي ل 81. ابص على ايه؟ قلت لك ابص على اصغر رقم عندي، اصغر مجذور عندي مين هو؟ ال3. يبقى انا عايز ال 24 حاجه في 3 يديني 24. ايه هي الحاجه ديت؟ اجي على الاله بما اني مش عارفها. 24 على 3 يساوي 8. يبقى الجذر التكعيبي ل 8 في 3 شلت ال 24 وحطيت 8 في 3 زائد جذر التكعيبي ل 3 عادي خالص ناقص 2 جذر التكعيبي 81 ديت عايز اشيلها واحطها ايه واحط مكانها ايه 3 في حاجه. فهمسك الاله واقوم قايل 81 على 3 بتساوي 27. يبقى 27 في 3. التمانية لها جذر تكعيبي؟ عايزك بقى تشتغل كده على طول. تقول لي دي لها جذر تكعيبي؟ تقوم مطلعها. دي لها جذر تربيع؟ وتقوم مطلعها من تحت الجذر. بدل ما لسه هتفك ايه تقوم قايل لي جذر التكعيبي ل 8 في جذر التكعيبي ل 3 وتفضل بقى ايه ماشيها تاتا تاتا كده. مش هنوصل او هنوصل ايه بكره. فانت تعالى كده معايا كده ايه ركزي انت كمان معايا يلا اهو. ما تناموش مني في اخر الحصه عشان ده اهم جزء في الحصه والله. لو حاسس انك تعبت او مليت او دماغك وجعتك قوم لف لك لفه كده ايه في الشقه وتعالى تاني. وانت كمان ايه قومي كده تغسلي لك شويه مواعين وتعالي تاني. طيب تعالوا ايه نكمل. بهزر يلا. يلا نكمل ماشي. التمانية لما اطلعها بره ايه هتبقى 2 جذر التكعيبي ل3 زائد جذر التكعيبي ل3 زي ما هي. انا اصلا كل يعني بحاول اوصل اللي حواليها لجذر التكعيبي ل3 فهي ملهاش جذر تكعيبي ناقص 2 ال 27 هتطلع بره هتطلع بره ب3 في 3 جذر التكعيبي ل3. يبقى 2 من نوع جذر التكعيبي ل3 زائد جذر التكعيبي ل3 ناقص 2 في 3 ب6 جذر التكعيبي ل3. 2 زائد 1 ب3. 3 ناقص 6 بسالب 3 جذر التكعيبي ل3. طيب عايز اتاكد امسك الاله. المفروض انت اللي تعمل حوار الاله دوت بقى وتتاكد معايا. جذر التكعيبي ل 24 زائد جذر التكعيبي ل3 ناقص 2 جذر التكعيبي ل1 و8 اداني كام؟ اداني سالب 4.32. طيب تعالى كده نكتب الرقم اللي احنا طلعناه. سالب 3 جذر التكعيبي ل3 سالب 4.32. يبقى احنا صح. تمام. تعالى بص على المسألة التانية. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي جذر التكعيبي ل 54 زائد 6 جذر التكعيبي ل 16 ناقص 6 جذر التكعيبي ل1 على 4. قلت لك اول ما اشوف الكسر اللي تحت الجذر بعمل ايه؟ بحاول اخلص من الكسر. اخلص منه ازاي؟ عندي طريقتين. اما يكون هو اصلا مديني رقم بره فالرقم دوت انا احاول استفاد منه ان انا ادخله تحت الجذر، او يكون مش مديني رقم بره فانا احاول ايه اظبط الجذر انا بمعرفتي زي ما قلت لكم على الطريقه. طيب هو مديني الستة. الستة ديت كام في كام؟ 3 في 2. ادي 3 في 2. ادخل الاتنين تحت الجذر. الاتنين لما تخش تحت الجذر التكعيبي هتخش بكام؟ هتخش ب8. طيب تعالى كده نكتب المسألة تاني. جذر التكعيبي ل 54 زائد 6 جذر التكعيبي 16 ناقص 3 بقى عشان خلاص ال6 فكيناها ل 3 في 2 ودخلت الاتنين جوه يبقى بتبقى معايا 3 جذر التكعيبي ل 8 على ال 4. 8 على ال 4 فيها كام؟ فيها الاتنين. يبقى انا بقى عندي مين اصغر مجذور؟ الاتنين. يبقى انا احاول اوصل للجذور التانية او المجذورين التانيين ليه؟ الاتنين في حاجة. طيب ال 54 2 في كام؟ تعالى نقسم ال 54 على الاتنين عشان نعرف هي 2 في كام؟ 27. يبقى جذر التكعيبي ل 27 في 2
يعني من كتر ما حلينا المفروض تبقى حفظت خلاص ايه الخطوات وفهمت الدنيا. انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم، بس انا بتكلم يعني ان احنا حلينا كتير، فانت ايه المفروض خلاص الخطوات ثبتت في دماغك. زائد الستة تنزل زي ما هي، جذر التكعيبي. عايز حاجة في 2 يديني 16. طب اعملها ازاي؟ مع انها سهلة تتحسب بالدماغ. امسك ال 16 على الاتنين اهو يا عم، ما تتعبش دماغك. 8 يبقى 8 في 2 ناقص 3 جذر التكعيبي الاتنين، يبقى ال 27 هي جذر التكعيبي ال 27 جذر التكعيبي بتاع 3، يبقى 3 جذر تكعيبي الاتنين زائد 6 زي ما هي. التمانية اللي هي جذر تكعيبي 2، يبقى 6 في 2 جذر التكعيبي للاتنين ناقص 3 جذر التكعيبي للاتنين. حاسك نمت مني وانت كمان حاسك نمت مني. ركزوا معايا واصحوا وفوقوا، قوموا اغسلوا وشكوا وتعالوا تاني. طيب وقف الفيديو وقوم اغسل وشك وتعالى تاني. تعالى نكمل. 3 جذر تكعيبي للاتنين هتنزل زي بدل ما بنكتب المسألة تاني عشان ايه خلاص. 6 في 2 ب 12 صح؟ معايا 3 جذر تكعيبي للاتنين، ومعايا هنا سالب 3 جذر تكعيبي للاتنين، يعني الاتنين معكوس جمع لبعض فهيروحوا مع بعض، يبقى الإجابة عندي ايه؟ هتبقى 12 جذر التكعيبي للاتنين. طب يا عم انت واحد مش مصدق ان احنا حليناها صح، نعمل ايه؟ نتأكد من الآلة. جذر التكعيبي ل54 زائد 6 جذر تكعيبي ل16 ناقص 6 جذر تكعيبي ل1/4. بسم الله. اداني كام؟ اداني 15.11. طيب تعالى كده نكتب ال 12 جذر تكعيبي ل2 هيديك كام؟ هيديك 15.11. يبقى انت ايه؟ يبقى انت تمام الحمد لله. تعالى نخش بقى ايه، عمالين ناخد زائد وناقص وبتاع وجنب بعضيهم. قال لك ايه؟ مديك مسألة ايه؟ يعني فيها شرطة كسر كده، حاجة ايه على الخفيف منه كده. قال لك ايه؟ قال لك انا عندي جذر تكعيبي ل 56 زائد جذر تكعيبي ل 189 على جذر تكعيبي ل 7. قلت لك ببص على ايه؟ من هنا لغايه اخر الحصه قول لي ببص على اصغر مجذور. مين اصغر مجذور؟ السبعه. طيب يبقى انا عايز ال 56 7 في حاجه وال 189 7 في حاجه. 56 على السبعه بتساوي 8. يبقى انا هشيل ال 56 واحط جذر 8 في 7 تكعيبي زائد جذر تكعيبي. هشيل ال 189 واحط ايه؟ واحط 7 في حاجه. يبقى امسك ال 189 اهي على السبعه بتساوي كام؟ بتساوي 27. 27 في 7 والجذر التكعيبي السبعه تحت اهو زي ما هو. طيب التمانية هطلعها بره ايه؟ بره الجذر هتبقى بايه؟ هتبقى ب2 جذر التكعيبي ل7 زائد 27 هطلعها بره ايه؟ هطلعها بره ب3 جذر تكعيبي ل7 وتحت عندي جذر التكعيبي ل7. طيب فوق عندي ايه؟ فوق عندي نفس يعني الجذرين مجموعين على بعض، فانا عايز اتاكد ازاي هجمعهم. عندي نفس الدليل عندي نفس المجذور يبقى بيساوي 2 زائد 3 5. 5 جذر التكعيبي ل7 وتحت عندي جذر التكعيبي ل7. ده زي ده صح؟ يبقى يطيروا مع بعض. يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه ب5. مش متاكد يا عم؟ تعالى نتاكد. ادي شرطه الكسر، ادي الجذر التكعيبي 56 اطلع بره الجذر زائد جذر تكعيبي تاني 189 انزل تحت جذر تكعيبي ل7. بسم الله 5. يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا تمام الحمد لله. طيب تعال نحل ديت عشان ايه يعتبر زيها. عندي ايه؟ عندي جذر 54 جذر تربيعي هنا بقى مش تكعيبي وجذر تربيعي ل 24 وجذر تربيعي ل6. مين اصغر مجذور؟ ال6. يبقى انا عايز ال 54 6 في حاجه. 6 في ايه بيساوي 54؟ تعالى نمسك الآلة نكتب 54 على 6 بتساوي 9. يبقى 6 في 9 اعمل شفة الكسر 9 في 6. ليه بخلي 9 الاول مثلا؟ بحاول اخلي الرقم اللي ليه جذر على حسب النوع اللي عندي، جذر تربيعي ولا جذر تكعيبي ايه في الاول كده. ليه؟ لان لما اجي يعني عشان لما اجي اطلعه بره يطلع يعني عيني ما تلخبطش، فاهمني؟ يعني لما اجي اطلع التسعه بره هتبقى ب3 بكل سهوله، بدل ايه بقى ما احط 9 هنا واقول لك هطلع التسعه بره، فاهمني؟ يعني حاجه ليك انت دي زي دي يعني. زائد ال 24 6 في كام؟ 6 في 4 بتهيألي 24 6 في 4 على 6 فيها ال4 يبقى 6 في 4. خلي ال4 هنا زي ما انا لسه قايل لك اهو، خلي ال4 هنا وخلي 6 هنا وهنا جذر 6
طيب التسعة لما اجي اطلعها بره هتبقى ايه؟ هتبقى 3 جذر 6 زائد الأربعة لما اجي اطلعها بره ايه؟ هتبقى ايه؟ هتبقى 2 جذر 6 على جذر 6. 3 زائد 2 ب5، 5 جذر 6 على جذر 6. ده زي ده يروحوا مع بعض، يبقى اتبقى لي مين؟ اتبقى لي 5. ماشي ماشي. فكده اتبقى لي ايه؟ لما طيرت جذر ال6 مع جذر ال6 اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي 5. طيب بيقول لي هنا، بيقول لي انا عندي جذر تكعيبي ل 375. شايف الرقم كبير ازاي؟ تحس ان انت اتخضيت، بس كمل المساله. زائد جذر تربيعي، ركز هنا تكعيبي هنا تربيعي 12 ناقص 2 جذر تكعيبي ل 3 ناقص 2 جذر تربيعي ل 3. هعمل ايه؟ اكني لقيت مسالتين في بعض. مساله للجذر التربيعي لوحده عندي حدين اهمت، ومساله للجذر التكعيبي لوحده عندي حدين برضه. طب تعالى اكتبهم ايه؟ اكتب كل اللي شبه بعضه جنب بعض. جذر تكعيبي 375 زائد ولا لا ناقص 2 اهي باخد الحد كله باشارته، ناقص 2 جذر تكعيبي 3، وادي هنا عندي زائد جذر ايه؟ جذر 12 زائد جذر 12 ناقص 2 جذر 3. كده خليت ايه؟ اللي شبه بعضهم ايه؟ جنب بعضهم. ليه؟ تعالى اقول لك ليه. اكن ديت مساله بقى لوحدها واكن ديت مساله لوحدها. يعني ايه؟ مش انا عندي هنا اصغر مجذور بين الجذرين، بين المجذورين دول ده التلاتة؟ يبقى انا عايز 375. 3 في حاجه بيساوي 375. هعرفها ازاي؟ امسك ال 375 على 3 هيديني كام؟ هيديني 125. حلو قوي. يبقى جذر تكعيبي 125 في 3 ناقص 2 جذر تكعيبي ل 3. عشان قلت لك اعتبرها مساله لوحدها. تعال نكمل المساله زي ما هي اكنها لوحدها. 125 هتطلع بره ايه؟ هتطلع بره ب5 عشان ده جذر تكعيبي. جذر التكعيبي ل 3 ناقص 2 جذر تكعيبي ل 3. 5 ناقص 2، مش انا عندي هنا نفس الدليل نفس المجذور يبقى 5 ناقص 2 بكام؟ 5 ناقص 2 ب3، يبقى 3 جذر تكعيبي ل 3. طيب ده ايه؟ ده نص الاجابه، دي نص المساله، لان انا لسه ما كملتش المساله. طيب جذر التربيعي ل 12 الزائد اولا اهي لسه زي ما هي اهي، الزائد زي ما هي. جذر التربيعي ل 12 ناقص 2 جذر 3. مش انا عندي اصغر واحد فيهم الثلاثه؟ يعني اصغر واحد في الاثنين دول الثلاثه، المجذور اللي هو 3. ايوه رد عليا قول لي ايوه. يبقى ايه؟ يبقى انا عايز ال 12 ديت رقم مضروب في 3. كام في كام؟ 4 في 3 ناقص 2 جذر تربيعي 3 زائد الأربعة لما تخرج بره الجذر التربيعي هتبقى ايه؟ هتبقى 2 جذر 3 ناقص 2 جذر 3. هتلاقي ان انت عندك هنا بالموجب نفس الحاجة وهنا بالسالب نفس الحاجة راحت، يبقى الإجابة كلها على بعضها بكام؟ ب 3 جذر 3. طب انت مش مصدق؟ تعالى يا عم نحطها على الآلة. أحلى حاجة ان انت مش مصدق، بتخلينا نستخدم الآلة. طيب امسك كده الآلة وجرب معايا. جذر التكعيبي ل 375 زائد جذر ال 12 ناقص 2 جذر التكعيبي ل 3 زائد 2 لا جذر بقى عادي بقى، جذر عادي 3. يبقى هنا عندي زائد 2 جذر 3، لا هنا ناقص يا عم يا احمد، هنا ناقص ماشي، وهنا عندي ناقص 2 جذر 3 برضو، وهنا عندي زائد جذر 12، وهنا عندي موجب 375 جذر. يبقى نحط على الآلة. ادانا كام؟ ادانا 4.32. طب تعالى كده نحط الرقم اللي احنا طلعناه 3 جذر 3. افتكروا التاني كان 4.32. تعالى اس دي 5.1. لا كده في حاجة غلط. تعالى تاني مع بعض، 375 125 في 3. 125 لما تطلع بره هتبقى 5 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 زي ما هي، لان هنا كانت كام؟ كانت 2 في 3 ايوه 2 جذر 3 زي ما هي، يبقى 5 ناقص 2 ب3، يبقى 3 جذر التكعيبي ل 3. يا غبي 3 جذر التكعيبي ل 3. ما بحبش اغلط في الحاجات الايه الصغيره ديت. فانت ايه برضو يعني انا لما جيت نتاكد كتبت 5 جذر تربيعي ل 3، لا هي 5 جذر تكعيبي ل 3 بتساوي 4. ايوه هو الرقم. يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا تمام. يلا نكمل يلا مش فاضل كتير، فاضل اقل من 5 دقايق. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي المثلث الجميل ده
محيطه جذر 1440. اوجد طول بي سي. طيب هو مديني طول ضلعين، مديني الاي سي ومديني الاي بي، عايز البي سي. ده معناه ايه؟ معناه ان انا هقول له ان المحيط بيساوي مجموع اطوال اضلاعه الثلاثه. طيب يبقى البي سي بيساوي ايه؟ بيساوي ده، واودي له ده بعكس الاشاره بالناقص وده بالناقص اهو، كتبتها لك اهو. طيب يبقى البي سي بيساوي ايه؟ هعمل ايه بقى؟ اكنها بص اكن البي سي مش عندي، صح؟ كنت انا بديك المساله ديت من شويه اهو، بقول لك حلها لي في ابسط صوره. كنت بعمل ايه؟ كنت ببص على اصغر مجذور. طب هنا عندي اصغر مجذور؟ لا ما عنديش. طيب احل كل جذر لوحده. اعملها ازاي دي؟ ال 1440 تعالى كده، ال 160 16 في 10، 16 في 10. لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان انت ممكن كلهم يبقوا 10 في حاجه. ال 250 هتبقى 25 في 10، ال 1440 هتبقى 144 في 10. فتعالى كده ايه، امشي ورايا كده. جذر 144 في 10 ب 1440 تمام، ناقص 25 في 10 ب 250 تمام برضه، ناقص 160 هتبقى 16 في 10 تمام تمام تمام. كمل كده كمل كده. البي سي بتساوي ال 144 ليها جذر. تعالى كده نكتشف. هي اكيد ليها جذر، بتهيألي 12 في 12. 144 فعلا 12، يبقى اقدر اطلعها بره ايه؟ ب 12. يبقى 12 جذر 10 ناقص ال 25 ليها جذر 5 جذر 10 ناقص ال 16 ليها الاربعه، يبقى 4 جذر 10. فكده بقى عندي ان البي سي بتساوي 12 ناقص 5 بكام؟ ب 7. 7 ناقص 4 ب 3، يبقى 3 جذر 10. طيب انت عايز تتاكد اعمل ايه؟ امسك ده اجمعه مع طول الدرع ده، اجمعه مع طول الدرع ده. لو اداني جذر 1440 يبقى انا تمام. طيب تعالى كده، 3 جذر 10 3 جذر 10 12 ناقص 4 ب 8، 8 ناقص 5 ب 3 تمام. يبقى 3 جذر 10 زائد جذر 160 زائد جذر 250 بسم الله 12 جذر 10. طب هو ال 12 مش انا ممكن ادخلها جوه تحت الجذر؟ هتبقى 12 في 12 ب 144. 144 في 10 ب 1440. طب انت مش مصدق او ما جاتش في دماغك تعمل كده؟ دوس كده اس دي، اداني 37.94. تعالى كده نكتب الجذر 1440 ده تحت الاله، اداني برده 12 جذر 10. طب تعالى 37.94. يبقى انت في السليم الحمد لله. اخر مساله، مساله امتحانات دي بقى ايه، ومساله يعني جت في امتحانات السنين اللي فاتت كتير، وانا جايبها من الكتاب اصلا بتاع ايه، بتاع المعاصر. طيب تعالى ركز كده معايا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كانت اكس بتساوي جذر 3 زائد جذر 2 وواي بتساوي 1 على اكس، يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز اكس ناقص الواي. طب هو بيقول لي ان واي بتساوي 1 على اكس، ما خدتش بقى ما جاتش في دماغك حاجه؟ ما جاتش في دماغك ان احنا في الدرس اللي فات لما كان عندي ان واي بتساوي 1 على حاجه فيها جذر، المقام فيه جذر، كنت لازم اضرب فوق وتحت في المرافق عشان اخلص منه؟ فانا هعمل ايه في الواي ديت كده؟ مش الواي كده بتساوي 1 على اكس اللي هي جذر 3 زائد جذر 2؟ اضرب فوق وتحت في ايه؟ في المرافق. قول معايا، جذر 3 ناقص جذر 2، جذر 3 ناقص جذر 2، يبقى واي بتساوي، لما اضرب انا قلت لك ببدا بالمقام، اول حاجه ابدا بالمقام. جذر 3 في جذر 3 ب 3، موجب في سالب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب 2. طب وفوق واحد في اي حاجه بنفسها، يبقى جذر 3 ناقص جذر 2. 3 ناقص 2 ب، قول بواحد، هي محتاجه تفكير. يبقى بتساوي جذر 3 ناقص جذر 2. جميل جميل. دي كده ايه؟ دي كده واي. طب بيقول لي انا عندي اكس ناقص واي. اكس ناقص واي يعني اكنه بيقول لي جذر 3 زائد جذر 2 ناقص، وعندي هنا حدين فهفتح قوس. الناس اللي بتنسى القوس ديت اقسم بالله يعني بتروح في داهيه، بتبقى ماشيه المساله صح ويجي بسبب اشاره يبقى ايه، يتلخبط ويحل المساله غلط. فانت افتح قوس كده، اول ما تلاقي حدين وعندك اشاره سالب افتح قوس. جذر 3 ناقص جذر 2، جذر 3 زائد جذر 2 ناقص، دخلوا بقى جوه ايه، هنا وهنا، يبقى ناقص جذر 3 وسالب في سالب بموجب جذر 2. انا عملت كده بس وزعت السالب يعني. عندي
موجب جذر 3 وسالب جذر 3 راحوا مع بعض، موجب جذر 2 وجذر 2 يبقى 2 جذر 2. طيب واي على اكس هتبقى بتساوي ايه؟ واي بكام؟ واي بجذر 3 ناقص جذر 2. اكس بكام؟ اكس بجذر 3 زائد جذر 2. اضرب فوق وتحت في المرافق كده، جذر 3 ناقص جذر 2 جذر 3 ناقص جذر 2 هيبقى بيساوي جذر 3 في جذر 3 ب3 لسه قايلينها، موجب في سالب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب2، 3 ناقص 2 ب1. اجي فوق جذر 3 في جذر 3 ب3، سالب في سالب موجب، 2 جذر 2 هنا جذر 2، جذر 2 في جذر 2 ب2 يبقى 3 زائد 2 ب5. طب تعالى نتأكد.